وبنرجع لكم مرة تانية وبنبتدي حلقتنا النهاردة مع دكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين والأخوة المشاهدين كلهم بخير. ربنا يخليك. بس أنا عايزة أفكر الجمهور برقم التليفون 257-56810 عشان لو في أي استفسارات عن موضوع حلقتنا النهاردة. ودكتور هشام، عايزة أبتدي الحلقة النهاردة فإحنا نعمل إيه عشان أنا نبتدي يومنا، نازلين رايحين شغلنا، بنبتدي اليوم بتاعنا المفروض بنشاط. فأول أيام في رمضان إحنا ما بنبقاش فاهمين حاجة، في حاجة كده، في غمامة كده نازلة بتنزل اللي هي فيها عدم الفهم، عدم التركيز، حاسس ان انت ناقصك حاجات كتير قوي. وقد ممكن لو انت بس احساسك ان انت ممكن تفطر اني تايم هيديك شويه نشاط، لكن انت عارف ان انت هتفطر الساعه 7 بالليل بالظبط. فالواحد يعمل ايه؟ زي ما انت قلتي الاحساس. احنا طبعا في اول رمضان الموضوع بيبقى اصعب اسبوع في رمضان، اول اسبوع. ليه؟ اولا بيرجع ان الشخص كان متعود انه بياكل 3 وجبات يوميه، فطار غدا عشاء، وممكن ياكل بين الوجبات. كان متعود انه بياخد سوائل كتير، ما عادش بياخد سوائل كتير على مدار اليوم، وفجاه تغيرت مواعيد الاكل. بقى بياكل وجبتين في اليوم، وبقى اول وجبه مع صلاه المغرب. فبالتالي بقى عنده فتره النهار الصباحيه اللي بيبقى فيها المجهود والشغل والطلوع والنزول، بدا ما فيش فيها اكل، ما فيش فيها مصدر طاقه، فيبدا كميه الجسم تتغير شويه. يبدأ إحساسه بالهبوط والدوخة وعدم النشاط والكسل أول أسبوع أعلى معدلاتها، نتيجة نقص نسبة السكر اللي بتبدأ طالعة على المخ. فبالتالي الشخص مش متعود إن بيخش له نسبة سكر أقل فترة النهار، فبالتالي يبدأ الجسم يتكيف. لذلك دايما بنقول أصعب أسبوع في رمضان أول أسبوع. ناخد بالنا منه قوي، ناخد بالنا من صحتنا شويه. لو انا عندي هبوط في السكر اخد بالي، لو انا شخص سليم اخد بالي ان انا اخد وجبه فطار وسحور متزنه، بحيث ان انا ما احسش بالهبوط وعدم النشاط وقله التركيز بالنهار. برضو من الحاجات اللي بتقلل التركيز معانا الادراك نفسه، ان الشخص بيقول لك انا داخل في رمضان، انا ما باكلش طول اليوم، لا انا تعبان ومهبط. الاحساس النفسي نفسه زي ما انت بتقولي، خلاص بيبقى داخل انا ما باكلش طول النهار، مفيش طاقه بقى، وانا انا مش قادر، فبالتالي انا مش هاكل كتير، لا ابدا اخف اكلي شويه في السحور عشان ما اجوعش بالنهار. احنا لازم ناكل وجبه متكامله. في ناس بتلغي وجبه سحور تماما، يقول لك عشان انا باكل بجوع تاني يوم. لا، هي دي برضو من العادات الخاطئه، ان الشخص ممكن يعملها ويحس بالهبوط اكتر فتره بالنهار. يعني لازم حاجه بتصر ان الواحد يتسحر بالليل، لازم بالظبط، لازم يبقى فيه. هي المشكله بس ان الواحد بيبقى نايم ومش عايز يصحى عشان عنده تاني يوم شغل، ففي مشكله هنا، في حته اشكاليه كده. دي اللي احنا بنقول عليها، ان احنا لازم ننظم وجباتنا من الفطار للسحور، وخصوصا ان شهر رمضان جاي في فصل الصيف اللي بتطول فيه ساعات النهار اللي هي فيها الصيام، وبيقل فيها ساعات الليل اللي بيبقى فيها درجات الحراره مرتفعه. بس الحمد لله لحد دلوقتي درجات الحراره متوسطه مش مرتفعه، فبالتالي بيميل شويه الجسم لاحتياجه للسوائل، لانه بيفقد سوائل اثناء فتره النهار. حتى لو مش معرض لدرجات حراره مرتفعه، حتى لو هو قاعد في البيت، هو الجسم طبيعي بيبقى فيه الدم محتاج سوائل عشان اللزوجه بتاعته ما تزيدش. فبالتالي الشخص اللي ما بيميلش ان هو يشرب سوائل كتير من الفطار للسحور، او بياخد قيمه متكامله من الغذاء والسوائل، بالتالي بيبدا يدخل في المشاكل بتاعه زياده لزوجه الدم والهبوط والدوخه ونقص السكر وعدم الاتزان وغيره من المشاكل اللي ممكن نشتكي منها في فتره الصيام. دكتور، انا ما ببقاش يعني الحقيقه دايما يقول لك ايه، ليس على المريض حرج. طبعا مظبوط، انه المريض بيفطر لانه الدكتور قايل له افطر، لان في مواعيد لادويه في طيب امتى حضرتك كدكتور تقول او تنصح الصايم، تقول لا انت كده خطر، انت لازم تفطر؟ يعني هو اثناء الصيام ايه اللي ممكن قد يحدث لازم ننتبه ليه، انه المساله لا مش عنده وخلاص، لا افطر لان كده في خطوره على حياتك؟ احنا عارفين ان الصيام ده فريضه ربنا فرضها علينا، على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام. طبعا. يعني من شروط الصيام ان القدره على الصيام. تمام. فطبعا في اشخاص بيبقى عندهم بعض الامراض اللي بالتالي يبقى متجنب الصيام، او درجه المشكله عنده تخليه ان هو يصرح له بعدم الصيام. زي ما احنا عارفين ان ربنا لما بينزل الفرائض بينزل بعض الرخص، ودي من الرخص. فالشخص اللي هو بيحب ان هو
يعمل حاجه ازيد، يقول لك لا انا مش قادر ازاي ما صومش في رمضان، وهو مشكلته الصحيه تستدعي ان هو يفطر، لازم يفطر، لان بيبقى فيها خطوره عليه اثناء فتره الصيام. مريض مثلا السكر ممكن سكره ينزل بدرجه عاليه جدا، فبالتالي ممكن يعمل له هبوط سكر ويخش في غيبوبه، ولا قدر الله ممكن يؤدي الى الوفاه لو مش منظم في جرعاته بالنسبه للعلاج. طبعا السكر لو اتكلمنا فيه ممكن نتكلم فيه كتير، لان كل الناس عندها سكر او غالبيه الناس عندها سكر. بس حضرتك بتكلمني دلوقتي، انا هناخد مرض. جميل. انا بتكلم في الانسان اللي ما عندوش مرض خالص، وتلاقيهم دلوقتي بيتفرجوا على بيقولوا نيفين عايزه تعرف هي تفطر امتى، او الواحد يفطر امتى. يعني لو الانسان سليم جميل ما عندوش مرض لا سكر ولا مثلا يعني. جميل. طيب ده امتى تقول له افطر؟ لان انت كده لا، انت مش مظبوط كده، انت مش مظبط. طبعا في حاله احساس بهبوط شديد، رعشه، تعرق، دوخه، زياده في ضربات القلب، الشخص ده لازم يعرض على طبيب ولازم يفطر. اللي هي دوخه بتاع ده كده هبوط بالظبط، لان هو داخل في انخفاض في مستوى السكر اقل من 60، فبالتالي ممكن يخش في غيبوبه سكر حتى لو شخص سليم، لان في ناس صيامها بيبقى عندها حرق السكر عالي شويه. احنا في مريض سكر بيصوم عادي مفيش فيه مشكله، وفي مريض طبيعي او شخص طبيعي بيصوم وبيحصل له هبوط في السكر. فاحنا لازم ناخد بالنا ان في بعض الاعراض ناخد بالنا منها، اللي هو الهبوط الشديد او الاعياء او الصداع او الدوخه الشديده او زياده في ضربات القلب، الام جامده جدا في العضلات. دي برضو من الحاجات اللي احنا ناخد بالنا ان ممكن تبقى نقص صوديوم او بوتاسيوم في الجسم، فبالتالي الشخص ده بيبقى عرضه ان هو ممكن يفطر ويعوض اليوم ده. هي اصلها يعني هي الاشكال اصله الهبوط ده والعياذ بالله، الواحد ممكن يجيله هبوط ده ممكن يموت. مظبوط. يعني هي المساله خطيره، مش عنتريه يعني لما تحس ان انت تعبان لازم تشوف دكتور يقول لك يا تكمل يا تفطر. خلاص دي حاجه. طب احنا لازم نتكلم على مرضى بقى السكر، الضغط، الكبد. المفروض ان هم ياكلوا ازاي، نظامهم يبقى عامل ازاي، صيامهم يبقى شكله ايه؟ نبتدي بمريض السكر. مريض السكر بيبقى عنده السكر بيرتفع في جسمه، فبالتالي بياخد بعض الأدوية المساعدة لتنظيم نسبة السكر في الدم. تمام. أثناء اليوم العادي كان بيفطر وبيتغدى وبيتعشى وبياكل وجبة بينية بين الفطار والغداء، ووجبة بينية بين الغداء والعشاء. وبيبقى كوبايتين مية قبل كل أكل، مع بعض النشاط الرياضي والحركي للحفاظ على مستوى السكر. تمام. في بعض الناس بياخدوا أدوية كبسولات أو أقراص، وفي بعضهم بياخدوا إنسولين حقن. تمام. وزي ما احنا عارفين ان مرض السكر نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. طبعا النوع الاول ده بيعتمد على الانسولين ما بيغيروش، وده بياخده من الصغر، وبيبتدي السكر عندهم من فتره الطفوله، فده بياخد انسولين، وده بيبقى مصرح لبعض الحالات بعدم الصيام في رمضان نتيجه ان هم سكرهم بيبقى غير مستقر، لان في ناس بيبقى سكرها مستقر وناس غير مستقر. وده طبعا بننصح مريض السكر اللي بيحاول ان هو يصوم ان هو يحاول يقيس سكره، وخصوصا اول ايام رمضان، اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ويشوف مستوى نزول السكر مع جرعات الدواء اللي هو بياخدها. طبعا احنا بنقيس طبعا قبل الفطار، وبنقيس بعد الفطار بساعتين، وبنقيس بعد الصيام ب8 ساعات، يعني بعد وجبه السحور ب8 ساعات، وبنقيس في نص اليوم عشوائي، ونشوف النسب بتاعتنا بتتغير قد ايه. في بعض الناس مرضى السكر سكرهم بينزل اقل من 60 و70، فده بيبقى سكره غير مستقر، وممكن نضطر ان هو يصرح له ان هو يفطر في رمضان. جرعات العلاج او الدوائيه اللي هو بياخدها طبعا تحت اشراف دكتور الباطنه، بيبدا يحدد له الجرعات، بس في الغالب اللي بياخد ادويه مرتين في اليوم مفيش مشكله ان هو بياخدها فطار وسحور. اما الناس اللي بتاخدها مره في اليوم مفيش مشكله، اما اللي بياخد 3 مرات طبعا لازم يرجع للطبيب المختص لتعديل الجرعات بتاعته. اما الاشخاص اللي هم بياخدوا انسولين، طب ممكن نوقف عند الاشخاص اللي بياخدوا انسولين ونرد على نهى. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي يا نهى. اتفضلي. دكتور انا باخد كورتيزون. تمام. انا عندي نقص في الغده القذريه، عندي مش شغاله. تمام. فباخد بديل الغده القذريه، وانا على طول بيجي لي هبوط. تمام. من نقص الكورتيزون. فانا الصيام ليا، انا بقالي 5 سنين كان الدكتور موقفني عن الصيام، فانا السنه دي بقالي من 5 سنين لسه اول مره اصوم. كويس. فقال ده مع الصيام مع اخذ الكورتيزون، ودلوقتي الكورتيزون ناقص خالص خالص خالص.
يعني انت فانا بتاخدي بعوضه عن بدايل من الدواء اللي انا، يعني مش الدواء الاساسي، لا دواء بديل ليه. كويس. فالصيام ليا هيكون فيه ضرر؟ انت حاليا بتاخدي الدواء منظم معاكي نسبه الكورتيزون ولا لا؟ انا باخده معايا، بس انا في وسط اليوم بحس على طول بهبوط، مش قادره اقف، مش قادره حتى اعمل اكل. طيب انت بتاخديه المفروض كام جرعه في اليوم؟ باخد اقول اسم الدواء عادي؟ لا. قولي لي ما بس تقوليش بتاخديه اسم كام الدواء مرة؟ لو سمحت. باخد برشامه وبرشامه، وفي السحور برشامه وبرشامه. كويس قوي. طيب انت جربتي اول يوم صيام امبارح كان ايه الاخبار؟ ما انا بقول لحضرتك كملت اليوم للآخر. الاكل حتى ما كنتش قادره اقوم اعمله. تمام. كانت تعبانه قوي. طيب هبوط، مش قادره، اعصابي سايبه، عايزه انام. طبيعتك بتشتغلي ولا قاعده في البيت؟ لا قاعده في البيت. طيب حاضر هرد عليك. ماشي، والف شكرا يا سلامه. دكتور. الف سلامه. كل سنه وانت طيب. الكورتيزون او الهرمون اللي بيفرز من الغده الكظريه اللي هي فوق الكليتين ده هرمون الاسترس او الضغط النفسي، بيفرز في الاشخاص العاديين بصوره معتدله. مهم جدا في جسمنا طبعا لتنظيم التمثيل الغذائي. طبعا زيادته غلط وقلته غلط. تمام. زيادته بتعمل احتباس سوائل في الجسم وميه وزياده في الوزن، وقلته بتعمل هبوط وعدم اتزان. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا ناخد الجرعات بتاعتنا بانتظام. لو الجرعات زياده عليها شويه بتبدا تقللها او تزودها طبعا تحت اشراف الطبيب المعالج. تنظم وجباتها ان هي تاكل وجبات بسيطه وتاخد الوجبات اللي فيها فواكه وخضروات اكتر عشان تديها احساس بالهدوء. تحاول ان هي تاخد زبادي في السحور يوميا بالليمون. دي من الحاجات اللي هتبدا تعمل لها تقليل للهبوط اللي بيحصل. تحاول اللي بالليمون ده بيعمل ليه اشمعنى؟ بيقلل نسبه الدهون في الجسم، وبالتالي بيبدا يقلل التوتر والشد العصبي والحمل على الجهاز الهضمي. كل ما المجهود بتاع الاكل زايد على الجهاز الهضمي بيزود التوتر والشد العصبي بالنسبه للمريض اللي بياخد دواء خارجي للكورتيزون. تمام. فبالتالي احنا دايما بنحاول ناخد الحاجات المهدئه اللي بتبدا تهدي الجسم وبتخليه ما يبقاش في ستريس وضغط نفسي. انا سالتها على موضوع الشغل لان ممكن بعضهم وهم بيشتغلوا الموضوع ده بيأثر، فبالتالي هي تحاول ان هي لما تحس انها تعبانه او مرهقه تريح شويه، تاخد قسط من الراحه في نص اليوم اللي هي فتره من العصر للمغرب ممكن تريح، ويبقى نشاطها في فتره بالنهار اللي هي بتبقى من الصبح لحد وقت العصر. ده اللي هي تحاول تعمل فيه كل نشاطها، ومن العصر للمغرب ممكن ان هي تاخد القيلوله بتاعتها او تريح قبل الفطار. طيب نرد على محمد برضو عشان تليفون. محمد الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. انا وزني زايد حوالي 125. اتفضل معاك يا استاذ محمد. وعايز اعمل نظام عندي 43 سنه. جميل. انت في بتشتكي من اي امراض صحيه؟ لا مفيش اي امراض صحيه، بس الوزن بس. طيب جميل. طب حضرتك بتصوم ولا لا؟ بصوم طبعا. طب بتصوم. طيب عملت رجيم قبل كده او نظام غذائي ولا لا؟ اول مره. اول مره. طيب حاضر هرد عليك. ماشي شكرا. لا تحت امرك. دي نقطه مهمه جدا ان في ناس بتقول البدايه بتاعتي من رمضان. في ناس تقول لك لا. انا استعجبت جدا، لا يعني انا استعجبت جدا من ان هو عايز يبتدي في رمضان. جميل. يعني ما لقيتش غير رمضان ده بعد العيد بقى وخلاص. هي في نقطه ان في ناس بتبقى بتزيد في رمضان وفي ناس بتنزل في رمضان. على حسب الشخص نفسه وقدرته على الجوع والاكل، لان زي ما احنا عارفين ان اسباب زياده الوزن او السمنه يا اما مواعيد الاكل، يا اما طريقتي في الاكل ان انا باكل غلط، نوعيه الاكل غلط، يا اما كميات الاكل كبيره. ففي اشخاص بيبقى كميات الاكل عندهم كبيره وبالتالي هو بياكل من الصبح لحد بالليل، فبيبدا يعود نفسه. فرصه بقى ان انا ابدا اتعلم واتعود على مواعيد اكل ثابته. تمام. وبتيجي في وجبه الفطار ووجبه السحور والوجبه البينيه اللي بين الفطار والسحور. ابدا اعود نفسي ان انا امسك نفسي شويه وانا جعان، لان في ناس ما عندهمش الاحساس ده. يبقى جعان ما يقدرش يمسك نفسه ولازم يخش على الاكل. بتيجي فرصه رمضان ان انا ابدا اهذب النفس وادبها ازاي تمسك نفسها وقت الصيام. يجي بعد كده من الفطار للغدا ومن الغدا للعشاء اللي هي من 4 ل 7 ساعات يبقى التحكم فيها سهل. فدي فرصه ان هو يبتدي ان يبدا يعمل انقاص للوزن وهيفرق معاه كتير. في ناس لا، لما بيبدا يحرم نفسه فترات طويله هو الموضوع بيقلب معاه عكسي. وبيخش في حاجه اسمها ستارفيشن او مجاعه، يبدا يخش ويقبل على الاكل بصوره اشره من الاول.
فالاشخاص دول بيزيدوا في رمضان. بخلاف كمان نقص السوائل اللي بيحصل في فتره النهار، ده ممكن يعمل لي زياده في الوزن في خلال فتره رمضان. بخلاف كمان ان احنا بنبقى طول النهار الفتره اللي بيبقى فيها معدلات الحرق عاليه بتقل، فبالتالي معدلات التمثيل الغذائي قلت، فالشخص ما يحرقش زي ما بيحرق في الايام العاديه. وهو الصبح يعني الحرق بيبقى الصبح عادة، مظبوط. فبالتالي الاشخاص دول لازم ينظموا اكلهم، لان في ناس كتير بتبقى متبعه حميه غذائيه وبيعمل رجيم ويجي في اول اسبوع في رمضان ويلاقيه ما بيخسش، يبقى عامل نفس النظام وواكل نفس الاكل الصحي اللي فيه قيمه غذائيه بس وزنه ما انا نزلش. بقول دايما رمضان لو الواحد ما تخنش فهو خير، يعني مش يخس بقى، انه ما تخنش فهو خير كده ان شاء الله. بنطلع باقل الخسائر زي ما بنقول، باقل خسائر، اقل خسائر. يعني لو نزلت كيلو 2 3 حافظت على وزني. مين ده ومين اللي هينزل كيلو؟ هي القصه ان احنا بنحب رمضان وبنحب اكله، بنحب اكله. بس هي في حاجه يا دكتور، ليه احنا، وبرضو عايزه حضرتك تتكلم في الموضوع ده سيكولوجيا، يعني ليه احنا بنحاول ان احنا نطبخ اصناف كتير جدا في الوجبه بتاعه الفطار، رغم انه في العادي الغدا بتاعنا بيبقى صنف خضار، رز، او مثلا صينيه مكرونه بالبشاميل وجنبها حته فرخه، مش كده يعني. طيب ليه احنا بنعمل كل الحاجات دي وتلاقي جنب صينيه المكرونه لا ونحط جلاش، لا ونعمل مش عارفه ايه بالايه، ونعمل كمان بالمره عشان ايه؟ اكيد هم هيبقى نفسهم في الحاجات دي كلها، وبتلاقي الترابيزه زي ما هي في الاخر. بالظبط، لسه اقول لك. وفي الاخر بتقومي تلاقي الاكل زي ما هو. بس انت شبعتي العين. القصه الاحساس نفسه، احساس الجوع والشراهه للاكل هو اللي بيخليني اعمل كده. احساس ان انا هبقى محروم طول النهار نفسيا، محروم طول النهار، وعندي فطار وجبه واحده والوقت ضيق قوي، فعايز اخلص واكل كل حاجه، فبالتالي بيبدا يعمل اصناف كتير. يبقى الاحساس النفسي مهم جدا، لان انت لو في الايام العاديه وانت جعانه طول النهار بتخشي ممكن اي مكان عايزه تشتري من ده ومن ده ومن ده، لا وعارفه ان انا اني تايم هروح ماده ايدي واكله وهاكل يعني. لو انا خدت بس تفاحيه او شربت حاجه مسكره فيها معلقتين سكر او عسل ابيض وبعدين بنص ساعه اقبلت على الاكل، مش هاكل كل الاكل ده، ومش هقدر ان انا اعمله لو فكرت ان انا اعمله قبل كده. يبقى التغيير في طريقتي في الاكل مهم جدا، ازاي انظم نفسي وازاي اعمل اكل صحي ما يبقاش فيه حاجه تضرني. تمام. الامتلاء او ان انا املى الصينيه بتاعتي او املى المائده بتاعتي باصناف متنوعه من الاكل، ده من الحاجات الخاطئه اللي بتخليني افرط في الاكل، لان انا بقى عايزه اشبع رغبتي، فبالتالي ممكن يضرني. انا ما نسيتش اللي بياخدوا انسولين، بس هناخد اسماء الاول. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اسماء، اتفضلي يا حبيبتي. ايوه يا دكتور، انا دكتور. ايوه معاكي يا اسماء، اتفضلي. انا دكتور، انا برضع. كويس. عندي بيبي يعني وبرضع وكده، وبعدين انا عايزه اعمل ريجيم ومش عارفه اعمل ايه يعني. انت وزنك كام كيلو يا اسماء؟ انا وزني 110. انت ولدتي امتى يا اسماء؟ بترضعي بقالك قد ايه؟ بقالي 9 شهور. بقالك 9 شهور حبيبتي. 9 شهور. طيب انت بترضعي طبيعي ولا في تدخل صناعي؟ لا، في تدخل صناعي طبعا. في تدخل صناعي. من النوع اللي بيعمل مجهود حركي او رياضي ولا لا؟ لا يا دكتور خالص. خالص. انا كنت الاول، انا كنت يعني قبل ما ايوه قبل ما اولد وكده كنت بشتغل وكده، فدلوقتي طبعا قاعده. انت قبل الحمل كان وزنك قد ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. وزنك قبل الحمل كان قد ايه؟ كان 90. قبل الحمل؟ قبل الحمل. قبل ما تحملي خالص. كان 90 برضه، كنت زايده برضه. مليانه برضه. وطولك قد ايه يا اسماء؟ يعني حوالي 160. وعندك كام سنه تقريبا؟ 23. 23 سنه. طب حبيبتي اقفلي وهيرد عليكي الدكتور. اتفضلي يا دكتور. طبعا الطول على الوزن طبعا كتير جدا، وهي بادئه حملها وزنها زياده. دايما بنحب ان الاشخاص اللي يحاولوا ان هم يحملوا على وزن اخف. ولو حصل حمل في الوزن الزائد نحب ان احنا نحافظ او نعمل حميه للحفاظ على الوزن او انقاصه بكميات قليله فتره الحمل. الناس بتبقى فاهمه ان هو في الحمل ما ينفعش انه يعمل حميه غذائيه وما ينفعش انه يتبع نظام غذائي، وللاسف منظمه الصحه العالميه ما بتقولش كده.
في نظام غذائي للحامل طبعا. وفي نظام غذائي للمرضع، ولازم نبقى فاهمين ان التغذيه اساس كل شيء، وان في ناس بتبقى حامل وهي رفيعه، وفي واحده ثانيه بتبقى عندها الحمل وهي وزنها زائد. والتغذيه مش معناها الاكل الخاطئ، نوع الاكل بالظبط. مش الاكل، نوع الاكل. فبالتالي هي حملت خلاص ووزنها 90 كيلو ووصلت ل 110، يعني تقريبا زايده 20 كيلو. احنا دايما بنحب ان فتره الحمل الشخص او الواحده ما تزيدش وزن عالي، يعني لو اكتسبت وزن هتكتسب من 7 ل 10 ل 15 كيلو، وبيبقى الغالبيه العظمى بتبقى في اخر 3 شهور نتيجه للسوائل اللي حوالين البيبي ووزن البيبي وغيره. اما غير كده ما بيبقاش اكتساب دهني من عندها، وخصوصا الناس اللي بتزيد في اول شهور الحمل، لان في ناس بتهمل في نفسها واول 3-4 شهور بتبدا تزيد بال5 وال7 كيلو، وده زياده ليها هي مش زياده للبيبي ولا احتياج للبيبي. رقم 2، هي دلوقتي عايزه تتبع نظام غذائي 9 شهور، ما فيش فيه مشكله خالص في الرضاعه، تبدا تزود الحركه ولو في البيت في اوسع مكان في البيت، ونبدا نتحرك ولو حركه نص ساعه في اليوم. لو هي نص ساعه بالنسبه لها كتير او بتتعب، تبتدي ب10 دقائق ربع ساعه وتدرج تدريجي. تمام. في شهر رمضان فرصه زي ما احنا قلنا ان هي تبدا تدرب النفس وتفطر وتتسحر وجبات بسيطه فيها قيمه غذائيه متكامله، تبعد عن الدسم والدهون، تحاول ان هي تزود شرب الميه من الفطار والسحور، ما تشربش مره واحده وتقول ان انا بخزن الميه وده ما بيحصلش. نحاول عشان نعوض طبعا السوائل ان هي بترضع، تحاول ان هي تشرب كوبايتين لبن او عصير في اليوم من الفطار والسحور عشان تعوض برضو السوائل ونقص السوائل اللي بيحصل اثناء فتره النهار. هتبدا توصل انها تبدا تنزل في الوزن، ويفضل ان هي تتابع مع دكتور يبدا ينظم لها الموضوع، ويبقى في اشراف بالمتابعه بحيث ان هي تبقى نزولها مستمر، ولما تلاقي في نزول هتبقى الحافز النفسي عندها احسن. طيب احنا ننتقل لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا. فاصل ونرجع لكم على طول تاني. ذكريات جديدة، والنهاردة ذكريات رمضان كريم. النهارده اكتر حاجه ملفته في ممنوع الاقتراب، واحنا بنبص على البلد. المفروض ان احنا نبدا من حيث انتهى الاخرون. ده في ثورتين يا جماعه حصلوا. كل شيء هيتم بامر ربنا. نحب البلد دي بجد مش بالكلام بقى. طب انتجوا بقى ورينا هتعملوا. هم دول اللي ساعدونا. مشكله اللوائح والقوانين دي في كل حته. انا لو اعرف كده ما كنتش جيت اصلا. ايه اهم اسباب الفشل؟ آفة العمل السياسي عندما ياتي الهواة. كل واحد دايما شايف انه على حق. هيبقى التصدي ازاي؟ يا تمشي عدل يا تمشي قوي. فاحنا ما نعرفش احنا بنتكلم عن ايه نهائيا. اصعب عمليه عملتها في حياتي. احنا بنقدم كل اشكال الفنون. اذا حس بان هو ممثل كبير ضعنا. هذه الاعمال التي يجسدها الفن هي التي ستبقى في تاريخ هذه الامه. هنتكلم بصراحه. وممنوع الاقتراب. ممنوع الاقتراب الخميس 11 ليلا على نايل لايف. رمضان كريم. هو اللي خلانا نسيب بعض كانت حاجة صعبة قوي، يعني لدرجة انك انت مش قابلاني ولا قابلة وجودي جنبك حتى في أزمة زي دي. التجربة ما كانتش تجربة جواز فاشل بس، ده ذبحها. ممكن يكون حد رماه من الشباك بغرض قتله. طب وليه ما حاولش يقتله بعدها؟ وليه هو بيساعد خطيبته السابقة؟ في حد بيتجوز حد ما يعرفوش؟ الجواز هدف، رحلة طويلة ومليانة محطات لازم نعدي بيها. حنين انت خايفة، اوعي تستسلمي لخوفك. يوميا 1 صباحا على نايل لايف. رمضان كريم. وبنرجع لكم بنفكركم برقم التليفون 257568110، وبنعود مرة أخرى مع الدكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، ونرجع نستكمل كلامنا عن مرضى السكر واللي بياخدوا الأنسولين. طبعا في ناس بتاخد انسولين نوع واحد
وبتاخد جرعه واحده، فبالتالي الصيام بالنسبه لهم ما فيش فيه مشكله. تمام. طيب الناس اللي بتاخد جرعتين برضو ممكن تاخدها فطار وسحور، بس في وجبه السحور ان هي تنصص جرعه الانسولين. الاشخاص اللي بياخدوا اكتر من جرعتين وانواع مختلفه لازم طبعا يبقى تحت اشراف طبيب المعالج مريض السكر، ما يبقاش التغذيه بس، ويبدا ينظم له جرعات الانسولين بتاعته مع الوجبات اللي هيبدا ياخدها. مهم جدا لمريض السكر النشاط الحركي والرياضي، وانه يبقى ما بقاش قبل الفطار، يبقى بعد الفطار. لان في ناس بتعمل مجهود رياضي يقول لك عشان اعمل انقاص وزن وانا عندي سكر في نهار رمضان. طبعا ده بنقول لهم لا، انت عندك سكر ممكن تعمل حمية غذائية لإنقاص الوزن، بس هيبقى النشاط الحركي والرياضي بعد الفطار، عشان احنا ما نتعرضش لأي مشاكل أو هبوط في السكر نتيجة المجهود الحركي أو نقص السوائل. طب والناس العادية، الشباب العادي احنا بنعمل المجهود الرياضي والحركي عادي خالص قبل الفطار بساعتين 3 أو بعد الفطار بساعتين 3، مفيش أي مشكلة خالص. ليه؟ لأن احنا المجهود الحركي والرياضي عندنا احنا شباب هيحرق. لا، هي مفيش أي تفسير تاني غير ان احنا شباب. وكمان ان الدم عندنا بيبقى رايح للكتلة العضلية أكتر، فبالتالي لأن المعدة ما بتبقاش شغالة طول النهار. هو العضو اللي في جسمنا اللي ما بيبقاش بيشتغل كتير ما بيروحلوش دم كتير، يعني المعده في فتره النهار ما بيروحلهاش الدم بصوره كافيه نتيجه ان هي ما فيش داخل لها اكل، فما فيش هضم، فبالتالي يبدا الدم يروح للعضلات. لو انا بعمل مجهود حركي ورياضي فهعمل عضلات كويسه وهبدا احرق من وزني كويس. تروح للمخ، للناس اللي بتشغل مخها او شغلها ذهني شويه، طبعا بتروح للاعضاء الداخليه كالكلى والكبد لتصريف السوائل والفلتره للميه اللي بتبقى في جسمنا وكل الوظائف الحيويه. للاسف الناس بقى لما بتخش في فتره الفطار وتاكل كميات كبيره او تزود في اكلها او تاكل اكلات دسمه وبطريقه مباشره، هو ده اللي يبدا يضرنا ويعمل لنا مشاكل في الجهاز الهضمي وهبوط في السكر او ارتفاع للسكر لمريض السكر. لذلك مريض السكر دايما نقول في اكله ان هو لازم ياخد الاكل تدريجي زي اي شخص عادي بيحب يفطر مثلا على تمره او 3 تمرات مع كوبايه لبن او عصير. احنا عايزين نعرف التدرج بتاع الفطار الصحي، يعني لاي حد بقى، سواء عنده سكر ما عندوش سكر، عنده ضغط ما عندوش ضغط، ازاي نفطر؟ جميل. يبقى نتكلم دلوقتي على اشخاص عاديين خالص او عندهم سكر او عندهم اي مشكله صحيه وبيفطروا. دايما بنجرح صيامنا بكوبايه العصير فيها معلقه عسل ابيض او معلقتين سكر، مفيش مشكله. ممكن ناخد كوبايه لبن مع 3 تمرات، تمره. طبعا التمر ممكن يزيد في عدده للاشخاص العاديين ويقل لمريض السكر او اللي عندهم اضطرابات في مشاكل في الكبد او في الكلى، ما نزودش نسبه السكر فيه. نحاول ان احنا نقوم نصلي المغرب، ما نقعدش او ناكل مباشره بعد الاذان. ليه؟ لان انا بعمل تهيئه لنسبه السكر في الدم اللي بتبقى منخفضه اثناء فتره الصيام، ان انا ابدا اهيئ ان في سكر احادي بسيط داخل هيبدا يعادل لي المعادله دي. يبقى الاشاره اللي بتبدا تروح للمخ نتيجه نقص السكر ان انا جعان وعندي نهم وهبوط وتعبان هتبدا تتظبط، هيبدا يظبط لي مودي ومزاجي نتيجه ان انا متضايق وعندي نقص سكر فعصبي شويه، فيبدا يظبط لي المود ده، يبدا يخلي الشخص قابليته للاكل وتهيئته للجهاز الهضمي لاستقبال الاكل وارد نتيجه نقص السوائل اللي كان حاصل واحنا بدانا ناخد الميه او العصير او اللبن، فيبدا يعمل لي تهيئه للجهاز الهضمي. تمام. ندي فرصه من ربع لنص ساعه ان احنا نصلي ونبدا نجهز اكلنا ونحطه، نبدا نقعد على الاكل. هنلاقي ان وجباتنا اللي قدامنا فيها قيمه غذائيه متكامله. يعني يبقى عندي البروتينات بتاعتي اذا كانت الفراخ او اللحمه او السمك او التونه او البيض او اي نوع من انواع او البقوليات او البقوليات العاديه، مع النشويات العيش او الرز او المكرونه مع السلطه او الخضار او الاثنين مع بعض. مهم جدا لو انا ابتدي بطبق شوربه بليمون، شوربه لحمه او فراخ او شوربه لسان خضار. او شوربه خضار، اي نوع شرب من الحاجات المهمه. ودايما السوائل الدافيه بنجرح بيها صيامنا بتبقى كويسه قوي لتهيئه الجهاز الهضمي، بخلاف الناس اللي بتبدا تشرب ميه ساقعه على معده فاضيه، لان ده للاسف بيزود حموضه المعده، وبعض الناس بيحصل لها تلبك وامساك او اسهال او قرح في المعده نتيجه ان هم تكرار شرب السوائل الساقعه مباشره ساعه اذان المغرب. يعني ما نفطرش ابدا على ميه، بق ميه، مش بق ميه ما يجراش حاجه، ولا اشكال الواحد بيقعد الميه الساقعه وبدفعات سريعه ومتتاليه. طيب احنا معانا تليفون. هند، الو. الو. ايوه اهلا يا هند، اتفضلي. الو. ايوه. انا
انا كنت يعني عايزه اشارك الدكتور هشام. هو طبعا عارفني، انا حاله عنده من المنيل. اهلا وسهلا. واشكره واقول له انت بجد تعبان معانا، وبجد بفضل توجيهاتك احنا بقينا حاجه كبيره جدا، وفرحانين جدا والله العظيم بوجودك. شكرا. في حياتنا وتوجيهاتك. شكرا. وربنا يخليك لينا. شكرا وكل سنه وانت طيب. ورمضان كريم. في اي كل سنه وانت اسئله؟ طيب. في اي اسئله هنا؟ الله يكرمك. هو بس امبارح انا طبعا ما سمعتش توجيهات الدكتور، وفطرت طبعا فطار عادي، فتعبانه جدا، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه. اهو اسمعي بقى توجيهات الدكتور هتعرفي بقى ان شاء الله. طيب. شكرا. بشكرك يا هند. ميرسي. هو ده اللي احنا بنقوله في اول رمضان بيحصل، العزايم بقى واللمه، واول رمضان بيبقى الشخص طالع من 3 وجبات لوجبتين، فلازم يبتدي بالراحه واحده واحده. حتى لو انا معزوم ابدا اكل كميات قليله ونتبع التعليمات اللي احنا قلنا عليها البسيطه. للاسف الناس اللي افرطت خلاص في اول يوم وبهدلت نفسها طبعا هيحصل لها انتفاخات، اضطرابات في الجهاز الهضمي. شوف يا دكتور انا هقول لك على حاجه. لا انا هقول لك على حاجه، انا هرسي حضرتك دلوقتي. انا يوم الجمعه كنت عامله حلقه كويس. هنا قبل رمضان بيوم. جميل. وكنت مستضيفه دكتور ايضا تغذيه، استشاري تغذيه، فقال التوجيهات، قال طبعا توجيهات زي بتاعت حضرتك بالظبط. فانا قلت والله العظيم ما انا عامله حاجه غير اللي قايلها الدكتوره، ما نشوف اخرتها ايه. وابتديت اول يوم رجيم، اول يوم رمضان عملت كل اللي قالوا عليه الدكتور. كويس. واللي حضرتك تقريبا مشابه لكلامك لحد كبير. ندمانه جدا ان انا عملت ليه؟ عشان فاتك اكل كتير. ندمانه مش هزار. انا ما اكلتش وندمانه جدا. صحيح عندكم حق ان الواحد لما ياكل كده ويشغل بس بقه باكل ضعيف ويقف ويروح يصلي وبعد كده يرجع، انت بتشبع كده خلاص، انت المعده قفلت خلاص. اوكي عملت كده بس النتيجه ان انا ما اكلتش، والنتيجه ان انا قاعده بعض في الارض دلوقتي. لا والنتيجه انك محافظه على نفسك. لا مش محافظه، ايوه بس محافظه على نفسي ايه؟ ده انا بموت حضرتك. لا ما هو بصي، هو احنا لازم برضه نبقى فاهمين ان حاجه على حساب حاجه. يعني انا مش هينفع ان انا ادوس في الاكل، بس ممكن اكل كل حاجه كميه صغيره. انا بقى ما عملتش كده، هو المفروض ان انا اعمل كده بالظبط. لا انا ما احرمش نفسي، بس هاكل كميات صغيره، وخصوصا لو في عزومه او لما ما فيش مشكله ان انا اجرب المحشي واجرب مثلا السمبوسه. يا ريتني كنت اكلت المحشي وكلت كميات صغيره. ما فيش فيها مشكله، ما فيش فيها ضرر، لانه هيبقى يوم او يومين هنفرح ونتلم مع بعض، بس كميات صغيره. بس برضو نتبع التعليمات اللي احنا قلنا عليها عشان ما اديش فرصه لنفسي وجسمي انه يطلب اكتر، فبالتالي ساعتها يبقى السيطره عليه اصعب. بس هو ديفنتلي اللي قلتوه في حكايه ان انت ما تكمليش اكل، قوم من على الاكل بعد ما تاكل التمر واللبن، قوم من على الاكل خلاص انت بتشبع. وخصوصا كمان ان في وجبه هتبقى بعد كده. لا دي نقطه مهمه. انا راحت عليا نومه يا دكتور، فما اكلتش غير ساعه الفطار، فانا ندمانه جدا. الدنيا باظت معايا امبارح. هتتعوض بكره او بعد. هتتعوض النهارده ان شاء الله. هاكل الترابيزه، الخشب بتاع الترابيزه. طيب معانا تليفون. ميرنا. اما هو لو توطوا التلفزيون الدنيا هتبقى كويسه، مصر هتتقدم. الو. نرجع لمريض السكر. زي ما احنا قلنا، اول الشخص الطبيعي في تنظيم وجباتنا، احنا خدنا الفطار بتاعنا خلاص، جرحنا صيامنا وصلينا المغرب وقعدنا على المائده وكلنا اللي نفسنا فيه بكميات صغيره. ماشي. هنقوم بعد كده هنصلي التراويح. وفايده طبعا صلاه التراويح او الحركه بعدها مهم جدا، نتيجه ان بيحصل خمول وكسل لحتى الاشخاص اللي ما بياكلوش كميه كبيره. صحيح. نتيجه ان الدم بيحصل له شانتنج ويبدا يروح للمعده عشان يبدا يحسن الهضم والامتصاص تشتغل. فيبدا ان الدم اللي طالع للمخ قل شويه، نسبه السكر اللي كانت قليله جدا ارتفعت مره واحده في المخ، فيبدا يحصل الواحد ان هو دايخ ومرهق وتعبان وعايز ينام. عنده خمول وكسل. تيجي صلاه التراويح وصلاه العشاء يبدا تعمل تفويقه، بنفوق، بتبدا الشخص يبدا من تمرينات الطلوع والنزول في الصلاه، يبدا يحس بعدها ان هو فاق وممكن يجوع. لان في ناس بعد صلاه التراويح تقول لك انا بجوع يا دكتور بين الفطار والسحور وعايزه وجبه في الوقت ده. نبدا ساعتها ان احنا ممكن ندخل وجبات بسيطه. في ناس بنبدا نقول لهم ان هم ياخدوا ممكن
توست او عيش مثلا مع جبنه، في ناس تحب تاخد حلويات، مفيش مشكله انها تاخد بس كميه صغيره قطعه او قطعتين. في ناس نقول لها خدي فاكهه مثلا، فواكه اي نوع من انواع الفاكهه اللي في الصيف كويسه، مفيش فيها مشكله، بس ما نزودش عن الحدود اللي احنا بنقول عليها، بحيث ان انا احافظ على صحتي وخدت احتياجي ورشاقتي ووزني ما زادوش. طبعا احنا بعد كده يجي معانا وجبه السحور، ويفضل في السحور ان احنا ناخرها. في ناس تقول لا ناخرها الساعه كام؟ يعني هي على قد ما بنقدر اخر وقتها، وخصوصا لمريض السكر. مريض السكر يخليها قبل الفجر بدقائق. ليه؟ عشان فتره الصيام الطويله ما تاثرش معاه في نزول السكر. اوكي. ومريض السكر ممكن ينظم وجبته ان هو فطر بس فطار قليل، وبعدها ب3 ساعات او 4 ساعات على منتصف الليل بياخد وجبه بينيه تانية، يكون مثلا فيها نسبه نشويات مثلا مع بضايه او حته جبنه مثلا مع خيارتين، او طبق مثلا بسيط ما يبقاش في سكر زياده مثلا صغير، رز بلبن كنوع من انواع التغيير، بحيث انه يحافظ على جرعات الدواء بتاعته مع نسبه السكر اللي بتبقى ماشيه على مدار اليوم. تمام. طبعا نيجي في السحور بناخد برضو وجبه متكامله فيها البقوليات بتاعتنا كفول مثلا، ناخد مثلا الجبنه، ناخد البيض، ناخد البطاطس المسلوقه، ناخد اي نوع من انواع النشويات، مع ان احنا ناخد برضو معاها العيش بتاعنا او التوست اللي احنا عايزينه، ناخد معاها الخضروات او الفواكه، ناخد كوبايه الزبادي مثلا عليها الليمون. طبعا في ناس بتقول انا بقى صحي تعبان ومهبط، لو خد هو 3 تمرات او من تمره ل3 تمرات مع الزبادي بالليل هيبقى كفيل ان هو يعوضه او يحافظ له على نسبه سكره اثناء فتره النهار فتره اطول، وهيبقى عنده النشاط والحيويه بصوره اعلى. شرب الميه ودي من الحاجات الاساسيه وسلاحي المهم اثناء الصيام. بس هي الاشكال انه العدد 8 ساعات ده قليل قوي على نسبه الميه المفروض تخش الجسم. ما هو احنا سبحان الله ربنا مدي الجسم ميكانيزم اسمه التكيف. في ناس جسمها ما بيتكيفش فبيتعبوا اول اسبوع، في ناس من اول يومين وهو بيتكيف. التكيف ده ان الشخص على حسب البيئه او الوضع اللي انت اتحطيتي فيه بتبتدي تتغيري. في اكل باكل، مفيش اكل ما باكلش، والجسم بيتكيف. الميه نفس الموضوع، الجسم بيبقى له احتياج، بس ما ينفعش ان انا اخد ميه بصوره مباشره مره واحده وافضل طول اليوم او طول فتره بالليل من غير ميه خالص. احنا لو خدنا الميه بصوره مثلا رحت شارب لتر ميه مره واحده، هو الجسم هيخرجه لانه مش هيعمل له احتباس. في نقطه بس ممكن نضيفها، ان ممكن الميه المفروض تتشرب ازاي؟ عشان على مدار اليوم مثلا كل ساعه ساعتين باخد كوبايه او كوبايتين. دي تفضل محجوزه بقى في بالظبط، يبقى الجسم بياخدها ويبدا ياخد احتياجه منها. في نقطه مهمه جدا، ان انا ممكن مع وجبه الفطار بدخل زيتون مخلل او حاجه مخلله بسيطه، قطعه او قطعتين. ليه؟ نتيجه نقص البوتاسيوم والصوديوم اللي بيحصل اثناء اليوم، نسبه الصوديوم اللي هتخش من الحاجه البسيطه دي مع الميه اللي هاخدها ممكن تعمل لي احتباس للميه شويه في جسمي، فما تحسسنيش ان انا عطشان. بس في ناس ما تاخدهاش في فتره السحور، تقول له الدكتور قال اخدها، لان هي لو خدتها الحاجات الحراقه والتوابل والحاجات بتعطشني طول فتره النهار، فما ناخدش الحاجات الحادقه طبعا فتره بالليل تبقى على الفطور بس. ضغطهم عالي كمان، يعني ياخدوا بالهم من الحاجات دي. بالظبط عن الموضوع ده. طب احنا معانا تليفون. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. وان شاء الله كده ربنا يعود عليكم الايام بخير. اللهم ممكن اتكلم دكتور؟ والله انا عندي سؤال لحضرتك، في سؤال خاص برمضان وسؤال خارج منه. اتفضل معاك. والله حضرتك انا عندي قولون، يعني يقال ان هو عصبي، انا لي 5 سنين حضرتك. عندك ايه معلش؟ قولون. يعني ففي اسهال مستمر يومي. اسهال مستمر؟ اسهال مستمر حضرتك يومي حضرتك، يعني يمكن اخش الحمام 8 مرات، عملت تحاليل واشعاعات فقال لي نظم اكل حضرتك، فمش عارف هو الاكل مش مظبوط معايا حضرتك خالص، يعني مش عارف انا. يعني انت كشفت وعملت الديناميكيه بتاعت حركه القولون مثلا والمعده، اخبارها ايه؟ والله يا فندم انا عملت 3 مناظير حضرتك، عملت جميع التحاليل، قال لي سليم، ورحت الدكاتره كتير فقالوا سليم، فمع الاسهال في مقاطع الاسهال قصه صعبه جدا، يعني انا متألم جدا من البطن. فبالنسبه للصيام حضرتك انا مش عارف اذا الصيام يعني يكون ايه مثلا في الفطار، يكون ايه في السحور بالنسبه للاكل. انت لما بتصوم الاسهال بيستمر برضه ولا بيقف او بيقل؟
هو حضرتك ممكن يقل معايا بس بحس بعطش شديد خالص يعني. هو حضرتك بقالك قد ايه بتشكي من موضوع ال 5 سنين 5 سنين الاسهال ده يومي بالمنظر ده؟ 5 سنين. هو مش ممكن تكون طبيعه انسان كده يعني؟ قد يكون ده مش بس ما في الم حضرتك في مغص في الم ومغص ومخاط يعني حاله مش منتظمه خالص. كان طبيعتي قبل كده مش زي كده خالص، انا ما كنتش كده خالص يعني. تمام. طيب يعني مش عارف المشكله فين والله. طيب وسؤال حضرتك الثاني، هو بالنسبه حضرتك للفطار، يعني الواحد بعد المغرب مثلا يفطر ايه او ياكل ايه، او في الايام العاديه بقى ياكل ايه؟ فهو ده اللي انا عايز اعرفه من الدكتور حضرتك. طيب بالنسبه للسحور لان انا بتعب جامد يعني مش عارف اعمل ايه والله. طيب حاضر يا فندم. ماشي، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. الله يكرمك. مشكله الاسهال دي مشكله لان هو بيفقد الاكل بتاعه وبيفقد سوائل عاليه قوي، وممكن يكون بيفقد فيتامينات كمان، فيتامينات ومعادن، فلازم طبعا بياخد فيتامين خارجي، ده تمام. اساسي. رقم 2 يحاول ان هو يبتعد شويه عن اللبن، يحاول ان هو يشرب شاي ويعصر عليه ليمون. من الحاجات اللي بتمسك البطن او تمسك الاسهال وتقلله ان انا اشرب الشاي وعصره ليمون عليه. ويفضل كمان اللي هو الشاي نفسه ابدا اكله بعد المشرب الكوبايه، لان ده من الحاجات اللي بتربط معانا البطن كويس قوي. في الصيام هو هيلاقي ان الاسهال عنده بيقل نتيجه ان الاكل اللي داخل المعده اقل. في ناس طبيعتها بيبقى عندها الاسهال المزمن زي الامساك المزمن بالظبط. فيحاول شويه ان هو يشتغل على الحاجات اللي عليها ليمون، يركز شويه انه يزود الليمون شويه كحامض، بيساعد شويه ان هو يمسك له بطنه شويه. يحاول ان هو يفطر ويتسحر وياكل وجبه بينيه بسيطه، يعود نفسه على سوائل من الفطار للسحور على قد ما يقدر عشان يعوض الفاقد من السوائل اللي بيحصل له مع الاسهال. تمام. يحاول معلش يهتم شويه ويعمل بس الحركه الديناميكيه، يشوف ايه المشكله بتيجي منين. هل هو العصب نفسه هو المتحكم في القصه دي بالنسبه له، هو اللي عامل له اضطرابات في الجهاز الهضمي، او في ميكروب، لان بيقول لك في مخاط فممكن يبقى في ميكروب هو اللي بيعمل له القصه دي. تمام. دكتور هشام الوصيف، بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. عفوا. وميرسي على المعلومات الكتيره اللي اديتها لنا والنصايح ويا ريت الناس تطبق وتحافظ على نفسها وتخاف على غيرها، لان صح. لو خفنا على بعض مش هنعمل ولايم جامده ونضطر ان احنا نجبر غيرنا انه لازم ياكل. صحيح، مظبوط، نخاف على بعض. يعني هي مش فكره كرم بيجي في حاجه. الكرم موجود اكيد، كل المصريين كرمه، لكن قصدي اقول يعني انه ما تاذيش اللي قدامك. مظبوط. بنشكرك يا دكتور جدا على وجودك معاك. طيب، وبشكر كل متابعينا، ويا رب الحلقه تكون افادتكم. وانتظرونا غدا وفي نفس الميعاد بلايف كلينيك. بشكركم، الى اللقاء.